طالما احنا اصبحنا متقدمين جدا في علم الحساسيه على مستوى دول العالم. تمام. حبوب اللقاح اهلا بيها، ولازم اقول عده حاجات. انا عجبني كلامك قوي، قلتي التغيرات المناخيه. بحييك، لان ربنا دي يخليك يا فندم. لا حديثه جدا. التغيرات المناخيه اصبح لها دور في الحساسيات، مفيش ده بطوله كلام. اوكي، مش أي دور. الحاجه الثانيه، التغيرات المناخيه بنقصد بيها ارتفاع درجه الحراره. العالم كله دلوقتي بيقل من ارتفاع درجه الحراره، يبقى ليكي دور انت في هذه المنظومه. انت ممكن تقللي ارتفاع درجه حراره الارض. ان احنا هنقلل شويه من السيارات ونكتر شويه من الرئه الخضراء. كتروا من الحاجات الخضراء فوق السطح، في البلكونه، في الشوارع، في اي مكان. ازرع على قدر الامكان حاجه خضراء. انت واولادك واحفادك هتستفيدوا، هتحاولوا تنزلوا شويه ارتفاع درجه حراره الكره الارضيه. نمره واحد. يعني لو كل حي يقرر كل واحد إن هو كل شارع يزرع بس كام شجره كده فده هيقلل فوق التلوث الاسطح. كمان. فوق الاسطح ازرعوا في البلكونات، خضروا البلد. آه. بحيث لما امشي بالطياره كده وابص من في السماء الاقي مصر خضراء. خلاص. تمام. لو تقدروا حتى تخلوا فوق الاتوبيسات في الشوارع تزرعوا حاجات خضراء، ده هيبقى جميل جدا، هيبان الاثر بتاعه على الاجيال القادمه. طيب. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في سيارات كتيره في البلد، مش كل واحد بقى فرحان بالسياره وعايز يزمر يركب لي عربيه. امشوا كتير، قللوا من الحركه. هو بس عشان عايز يزمر. ايه ده كتير قوي. ما عادش في ناس في الشوارع اصلا. العربيات بقت بالقسط المريح دلوقتي. العربيات ده تروح حتى بالبطاقه تاخد عربيه. سوء استخدام للسيارات بيضرني انا، بيخلينا نتنفس هواء ملوث. يبقى هيضر الناس كلها وهيزود كلمه حساسيات. يبقى قللوا شويه، ويا ريت بقى المحافظين، وفي انا عارف في محافظات ما فيهاش عربيات قليله، يقللوا، يعملوا يوم للسيارات الفرد، يوم للزوجي. ده هيفيدنا جدا في الصحه العامه، وهيخلي الناس تمشي. والناس تمشي هتخس شويه، لان في زياده في معدلات السمنه في مصر خطيره جايه. طب والله دلوقتي في حركه محافظين اهو، لسه محافظ القاهره ومحافظ الجيزه وشغل عالي كل البلد. فيعني اهو، يعني قللوا من السيارات على قدر الامكان. مشروع او دراسه مشروع جديد ان احنا نزود الخضره شويه في المحافظات ونظبط الدنيا. يبقى دي كلمه تغيرات مناخ. والتقلبات الجويه بشكل عام، الاتربه والحاجات دي هتخلينا بقى ندخل. حبوب اللقاح هتجيلي ازاي؟ انا مجرد ما بركب العربيه يا دكتور، وخصوصا لما بكون بركب ورا، يعني لو معايا سواق مثلا، يعني لو انا سايقه ساعات ببقى فايقه، يعني بتبقى مركز في السواقه اكتر. لا سيبك انه بيدخن، بس مجرد ما بشم ريحه البنزين وعوادم السيارات بيجي لي زي حاله اغماء. يعني طب ده نتجنبه؟ طب حتى ازاي؟ يعني اجباري خلاص، انا عارفه ان احنا مش هنغير الكون، والعربيات هتفضل هي وعوادم العربيات هي. في حاجه اسمها نظافه السياره. طب ماشي، بس لازم هل نحط ينضفها؟ اكسجين؟ هل نعمل حاجه؟ لا يعني؟ ده الناس بقى اللي عندها ازمات دي حاجه ثانيه. انا مثلا بيجي لي اغماء لما بشم افتح الشباك. دي تبقى كارثه اكتر. ده انا بشم ريحه العربيات اكتر وعوادم السيارات. يبقى لازم نشوف انت عندك ايه بالظبط. يبقى لازم نحدد ليه انت بتعملي كده. طيب. بس بشكل عام انا مش عايز الناس كلها تقفل بقى والتكييف والكلام ده. تمام. وبشكل عام لو انت في طريقين، واحد للتلفزيون فيه اشجار، وواحد تاني قصير بس ما فيهوش اشجار، خد الطويل اللي فيه اشجار اكتر. يبقى دي واحد. الحاجه الثانيه برضو عايزين احنا نظافه بشكل عام. سواء العربيه لازم تغسل كويس، ولازم تنظف الدواسه ويبقى فيها بلاوي. برضو في حاجه ثانيه في البيوت بقى. حبوب اللقاح هتجيني ازاي؟ انا همشي في الشارع، يبقى امتى امشي في الشارع وتجيني حبوب اللقاح؟ في الغالب بيبقى من الصبح لحد الساعه 12، وخاصه من 10 ل 12. يبقى اللي عنده حبوب لقاح، وانا عارف كل اللي بيشوفونا دلوقتي عندهم يعني ما شاء الله عندهم وعي جيد. بيلاحظ يقول لك فعلا انا في الربيع كل سنه بشتكي، بعطس او بكح او عيني بتحمر، بقعد اهرش في عيني، وساعات اهرش في جلدي، وساعات كل الاجزاء دي كلها بتوجعني، حتى المريء بتاعي ساعات بيوجعني. ساعات الاطفال كمان تصحى فجاه بتعطس وبتكح وصدرها تقول عيانه بقالها شهرين، فجاه ونايمين كويسين جدا، يقوموا الصبح ما اعرفش شموا ايه او استنشقوا الايه. دلوقتي الحاجات دي زي هي موجود دلوقتي وربطناها فعلا بالفتره دي. هنحط كلمه واحد حبوب لقاح. نقللها ازاي؟ قلنا هنمشي امتى. الحاجه الثانيه بعد كده، انا لو مشيت وانا عارف ان عندي حساسيه حبوب لقاح، البس ماسك. ايه المشكله؟ بعد كده وصلت في اي مكان، وصلت البيت، وصلت الجامعه، وصلت المدرسه، اغسل انفك عده مرات. يقول لك ما انا بتوضى، الوضوء مش كفايه، كمان اغسل انفك زياده. انت برافو اتوضيت وبتعرف تغسل انفك، اغسل انفك بقى عده مرات. كل ما تروح في مكان اغسل انفك. ليه؟ انت ماشي شميت حاجات، وفي حاجات دخلت وانت ما شميتهاش، لزقت جوه. اما تلزق جوه هيحصل تفاعلات كتيره جدا. هيظهر الاثر بعدين وتعمل لي اعراض. لو انت ما خليتهاش تقعد كتير، كل ما تغسل انفك باستمرار. الغسول ده كمان اللي هو عامل زي ميه البحر، مفيش مانع. اللي عايز يغسل محلول ملح مفيش مانع. بس برضه في اي مكان، اول ما دخلت، انا دخلت دلوقتي
انا اول ما دخلت الاستوديو غسلت انفي عده مرات قبل ما ادخل عليك. ليه بقى؟ او انا مشيت في الشارع بقى وطلعت لا اصل احنا منظفين يعني، مش عايز اقول لك مش انت لا احنا الاستوديو عندنا فل. مش بتكلم عليك، مش بتكلم عليك. انا عشان برضو اعرف اتكلم كويس والصوت يطلع كده، فنظفت الانف كويس جدا قبل ما ادخل هنا. تمام. يبقى دي واحد، يبقى دي هتبقى عاده عندنا. بعد كده في البيت بقى، ست البيت عليها دور مهم جدا جدا. نعمل ايه بقى جوه البيت؟ حبوب اللقاح انت هتقفل الشباك وهتحط ستاره مزدوجه على الشباك وهتقفل الباب، لكن برضو حبوب اللقاح صغيره جدا جدا، بيبقى مثلا 10 15 مايكرون، والمايكرون جزء من المليون من المتر، يبقى ده هيدخل من تحت الباب ومن تحت الشباك ومن اي فتحه صغننه. يبقى الحل مش هنكنس دلوقتي، واذا كنسنا هيبقى بالشفط ومش قدام الناس اللي عندها حساسيه. الحاجه الثانيه نجيب اي فوط او قطنه مبلله بميه ونمسح الاسطح. يبقى الترابيزه اي سطح هلمسه اي حاود عليه امسحها عده، مش مره واحده، كل شويه امسحها لان التراب هيدخل الناعم اللي فيه حبوب اللقاح واحنا مش داريين. احنا عندنا في مصر لو نظفنا كمان نص ساعه تلاقي تراب أصلاً. انا شخصيا بمسح مكتبي 8 مرات مثلا في الاربع ساعات. بالظبط. وكل ما امسحه بيطلع فيه حاجات بالظبط، والاوضه مقفوله. الاوضه مقفوله. يبقى لازم بيدخل، دي نعترف بيها. الحاجه الثانيه ان احنا برضو خلي بالك، انا مثلا ابني او بنتي عندهم حساسيه لحبوب اللقاح وكنت ماشي في الشارع ودخلت، اول ما شافوني حضنتهم، هدومي مليانه، شعري مليان. يبقى اما بندخل بنغير هدومنا قبل ما نسلم على اي حد، وكمان يا ريت ناخد شاور، ويا ريت بالاهم احسن حاجه قبل ما اجي انام اغسل راسي، خاصه الناس الاطفال اللي عندها حساسيات يغسل راسه ويغسل شعره كويس جدا، لان حبوب اللقاح ممكن تبقى واقفه على شعري وما عملتش حاجه، على الحواجب ما عملتش حاجه، اجي انام هتقلب بقى على المخده وتقعد تفترسني وانا نايم. عملنا الحاجات دي فعلا بتقلل من كميه الحبوب اللقاح اللي وصلتني.